ما سألتش نفسك قبل كده ليه أنا دايما حزين مهما عملت ومهما وصلت ومهما حققت من أحلام؟ ليه قلبي مش فرحان؟ ليه دايما حزين وزعلان؟ أوقات كتير بنقعد نقول لنفسنا أنا لو اشتريت الحاجة دي أنا هبقى فرحان قوي، أنا لو اشتغلت الشغلانة دي أنا هبقى مبسوط قوي. وأول ما بتوصل للحاجة اللي أنت عايزها بتفرح بس فرح مؤقت، وبعد كده بترجع تحزن تاني وبتدور على حاجة تانية وبتفضل تلف في نفس الدايرة. مين فيكم بيحس الإحساس ده؟ متهيألي الإحساس ده عدى علينا كلنا. تعال أقولك النهاردة إزاي تحس بالفرح الحقيقي. الفرح الحقيقي هو في الرب، وإنك تقرب من ربنا، لأن هو ده الفرح الحقيقي، لأن ربنا قال لنا فلا تكون إلا فرح. لما تقرب من ربنا هتحس بالفرح وهتحس بالرضا، وهتعرف معنى كل النعم اللي هو مديها لك، بس انت للأسف مش شايفها علشان بس مركز في الحاجة اللي ناقصاك. وده بيبقى إحساس من الشيطان إن هو بيخليك تركز على حاجة مش موجودة عندك، ويخليك تفكر فيها على طول، وتفضل تفكر ويدخلك جوه دايرة من الحزن وعدم الرضا عن حياتك، وبالتالي بتفضل روحك على طول حزينة لأنك بتدور على حاجة ومش لاقيها. ارجعوا لربنا وانتوا هتلاقوا الفرح الحقيقي. بيقول في الكتاب افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني الخلاصة ان الفرح الحقيقي في الصلاة، وان احنا نشكر ربنا ونركز على كل النعم اللي هو مديها لنا، وما نبصش على الحاجات اللي ناقصانا، وما نبصش على غيرنا ولا على الحاجات اللي في ايد غيرنا، واننا نحس على طول بالرضا. وخلينا متأكدين ان ربنا عايزنا دايما فرحانين، وهو بيقول فلا تكون الا فرحا. واحساس الحزن والاحساس بعدم الرضا وعدم الشكر بيبقى من ابليس. خلينا نركز على ربنا علشان نحس كلنا ان احنا دايما فرحانين وشبعانين. وبس كده، يا رب يكون فهمتوا كلامي، وباي.